قال: وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت. كان شعارهم أمت أمت. والشعار العلامة، علامة صوتية تكون بين أفراد المسلمين يعرفون بعضهم ويميز بعضهم بعضا بها، بحيث إذا لقي شخصا في جانب من المعركة أو في موضع من المعركة، إذا لقي شخصا في جانب من المعركة يسأله عن هذه الكلمة، ومباشرة يذكر هذا اللقب أو هذا الشعار، فإذا ذكره كف عنه. فكان شعار المسلمين في هذه المعركة أمت أمت. والشعار المراد به العلامة الصوتية، المراد بالشعار العلامة الصوتية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه. وأبو دجانة رضي الله عنه كان كما ذكر عنه رجلا شجاعا، وكان أيضا يختال في القتال، يتقدم باختيال. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني لأن في هذا الموضع المراد بها إغاظة الأعداء. فأبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خرشة أبلى في يوم أحد بلاء عظيما في قتال الكفار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دفع إليه سيفه، دفع إليه صلى الله عليه وسلم سيفه. وكان قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه. فبعض الصحابة تقدموا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن أبلى في هذه المعركة بلاء حسنا. وأيضا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن استشهد رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. وكذلك ممن أبلى بلاء حسنا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. فهذه بعض الأسماء الذين يعني كان لهم بروز ظاهر وبلاء حسن في منازلة الكفار ومقاتلتهم في هذه المعركة.